لو انت مريض سكر تابعني لاخر الفيديو ده معمول ليك. السكر جالك هعمل ايه؟ رقم واحد، يعني ايه تعريف سكر؟ ان السكر العشوائي زاد عن 200 في كذا قرايه، ان السكر الفاطر زاد عن 140 في كذا قرايه. ياتي مرجوعنا، انا عندي سكر ولا مقاومه انسولين ولا لسه في بدايات سكر؟ تعريف الثلاث حاجات دول على عجاله. جالي سكر يعني السكر بقى فوق ال 200 بشكل متكرر، ده خلاص تخطينا مرحله اكل وشرب وتنظيم حياه وممارسه رياضه لمرحله ان احنا نبدا علاج بشكل دوري وننتظم عليه. يعني ايه مقاومه انسولين؟ احد التحليلات اللي بيتعمل بيدلل على ان الجسم فقد القدره على الارتباط بريسبتور او بمستقبلات او بخلايا الانسولين، فبدا بعد كده الجسم يزيد وزن، الحرق يقل، وده مؤشر ان السكر قادم في السنين او في الشهور القادمه. جالي سكر يبقى لازم احافظ جدا في النشويات، الرز، المكرونه، الحاجات اللي في العيش الابيض، محاشي، مكرونات. السعرات الحراريه اللي موجوده في الاكل لابد ان تحسب وان تنتظم بشكل يحافظ على مريض السكر من ان السكر يعلى. اكل فيه سكر يعني ايه؟ نشا، رز، مكرونه، عيش ابيض، السعرات الحراريه فيه عاليه جدا، ده ناتج تكسير المواد دي، نشا، سكر، جلوكوز. السكر لما بيعلى في الدم بشكل يزيد عن الاحتياج اليومي او عن الحرق، ناتج تكسيره ان السكر بيعلى في الدم، ناتج نهايته مرض السكر هيزداد بشكل يؤدي الى مشاكل وعواقب وخيمه على العيان. في تحليل مهم جدا 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 الا وهو السكر التراكمي، هو السكر المعبر عن 3 شهور فاتوا. مطلوب في التراكمي يكون من 6.5 ل 7. طيب احنا ما وصلناش للرقم ده ولقيت السكر التراكمي بتاعي 8، تمام، كمان 3 شهور هنتابع، بس هننظم اللايف ستايل، الاكل والشرب، العلاج. طيب بعد 3 شهور تاني حللت لقيت نفسي 7.5، لا انا احسن، جميل جدا، اكمل اللايف ستايل تتظبط، العلاج، ثم ياتي ممارسه الرياضه. ايه هي التحاليل الدوريه؟ السكر التراكمي، الدهون الثلاثيه والكوليسترول، الغده الدرقيه وده تحليل مهم لان في كونكوميتنت او تزامن وجود مرض خمول او نشاط الغده الدرقيه وخاصه الخمول مع مرض السكر. وتحليل البول الدوري بيتعمل بشكل دوري لكي نبحث عن الالبومين او فقد الكلى للبروتين، وهو اولى مراحل اعتلال او قصور وظائف الكلى بسبب السكر. على عجاله، سكر التراكمي، الغده الدرقيه، تحليل البول، الالبومين كرياتينين ريشيو او مقدار فقد الكلى للبروتين، ده تحليل بيتعمل بشكل دوري كل 3 أو 6 شهور للاطمئنان على قوة وكفاءة وظيفة الكلى في امتصاص البروتين وهو أحد مشاكل السكر على الكلى. وشكرا جزيلا لحضراتكم وعلى متابعات في فيديوهات قادمة، وأنا تحت أمركم في أي سؤال، وإلى لقاء آخر وبالتوفيق في القادم إن شاء الله.